هي جت معايا بالحظ على فكرة، اللي هي متلازمة عدم الاستحقاق، او انه انا اكيد لما رسيت انه انا اللي اعمل الكامبين الضخمة دي، اكيد ده ما كانش مقصود، او اكيد ما كانوش هم عاوزيني، او اكيد كانوا مسترخصين ما كانوش عاوزين يدفعوا بادجت عالية، اكيد كانوا مزنوقين في الوقت وانا اول اوبشن جيت لهم وعشان كده قبلوا بيا. شك كتير جدا، ويبدأ كل ده يبقى جوه دماغك، فبيبدأ ان هو يدخلك في لوب او في حلقة مفرغة، وحلقة تسلم حلقة من الاسئلة المدمرة للذات، اللي تحسسك للحظة معينة انه انا هسيب الشغلانة دي خالص وارجع هندسة، وهسيب الشغلانة دي خالص واروح اشتغل كول سنتر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا مساء الخير او يا صباح الخير على حضراتكم جميعا. يوم جديد وبداية اسبوع جديدة مع بودكاست كولاج، البودكاست اللي بنناقش فيه موضوعات متعلقة بالفن وبالابداع في مختلف المجالات، بنشارك تجارب وبنتأمل ظواهر وبنتذوق مع بعض كل ما هو ابداعي وكل ما هو جميل. في البداية وقبل اي حاجة بشكر كل حد عمل فولو، عمل لايك، عمل شير للحلقة اللي فاتت. ده قد يبدو حاجة ممكن تبقى مش مهمة، ولكن هي يعني للأسف بطريقة أو بأخرى هي مهمة جدا دلوقتي، لأنه عملية الاتصال عامة هي مرسل ومستقبل، فأنت بتكون حريص على طبعا التأثير في المقام الأول بشكل إيجابي بمختلف صور، ولكن في نفس الوقت بتكون حريص على أنه الحاجة دي أبسط شيء توصل. قد تنال إعجاب البعض وقد لا تنال إعجاب البعض الآخر، ولكن أهم حاجة أنه أنت تكون حريص انه هي توصل. فبشكر اي حد يعني لبى الدعوة المرة اللي فاتت ان هو يعمل شير ولايك او يشترك سواء على يوتيوب او يوتيوب ميوزك او باقي المنصات، فده شيء يعني تشكروا عليه جدا. شكرا جزيلا لحضراتكم. ودلوقتي ممكن ندخل في موضوعنا بشكل مباشر. الحقيقة انه موضوع الحلقة النهاردة بالنسبة لي كان مثار تفكير كده شوية، انه في حاجات كانت اوريدي عندي في البلان وسكريبتد، وفي حاجات تانية من ضمن مقترحات حضراتكم سواء في كومنت سواء في مسج على فيسبوك او على انستجرام او حتى على واتساب. من ضمن المقترحات يعني اللي كانت مقدمة او اللي البعض من حضراتكم اقترحها، هي فكرة انه احنا ليه ما نكملش من اخر بوينت وقفنا عندها المرة اللي فاتت، وان احنا نتكلم شوية عن الكرياتيف بيرن اوت. فانا حسيت انه مش بس عندي حاجة اقولها، لا ده انا يعني عندي تجارب الفترة دي بحاول ان انا اعملها، في البعض منهم ممكن يكون effective او فعال او مؤثر بالنسبة لي، والبعض الاخر ممكن يكون لا بأخفق فيه. فواي نوت ان احنا نتكلم مع بعض النهاردة في موضوع الكرياتيف بيرن اوت او الاحتراق الابداعي. مصطلح البيرن اوت عامة هو مصطلح كده بدأ مع اواخر القرن اللي فات، وبدأ يتسلل لينا بالتدريج مع بداية القرن ده اللي هو من اول 2000 وكام وانت طالع، وبدأنا احنا نلمسه او بدأ ينتشر ما بيننا في خلال او على مدار السنتين 3 اللي فاتوا. بدأ انه يبقى معروف او ليبلد الحالة اللي انت بتعاني منها دي ان هي بيرن اوت. والبيرن اوت عامة هو الحالة اللي انت بتوصل لها لما تبقى خلاص انت فايق موجود حاضر بهيئتك الفيزيكال او حاضر بجسمك، ولكن انت مش موجود في الشغل. وهي حالة انه انت وليكن اللي شغال في مكتب، اللي شغال في شركة، هو الشخص بينزل من بيته الصبح متضايق اصلا ان هو صحي عشان يروح الشغل، وبعدين يروح هناك يبقى بالنسبة له هدفه انه الساعة 5 تيجي او ميعاد ان هو يمشي ده يجي، بالنسبه له يقوم ساعتها لامم حاجاته ويمشي. الكرياتيف بيرن اوت تقريبا حاجه قريبه من دي، ولكن يمكن بقى بيبقى لها تفاصيل اكتر، لها دعوه بحته المبادره وحته الحساسيه الابداعيه عندك، حته ان انت تبقى بتتفرج على عمل فني ومش قادر ان انت تتاثر، حته انه يبقى مطلوب منك تطلع بافكار وتحس انه انت حتى لو قادر تطلع افكار بتحس ان العمليه دي عمليه ميكانيكيه عندك شوية، مش بتطلع حاجة بروح او بشغف او فيها من البصمة او الفويس او الصوت الخاص بيك انت. تحس ان انت مش قادر تقترح حاجة، تطور فكرة،
تحس انه وليكن انت لو بتشتغل مثلا مع ديزاينر، بتشتغل مع طرف تاني، لو انت وليكن بتشتغل مع مخرج هيشتغل على السكريبت بتاعك، انت بتخرج حاجة، بتشتغل مع دايركتور فوتوغرافي، تحس ان انت مش قادر. انت عارف انت شعور اللي هو انا عارف انه ده غلط، بس انا مش ما عنديش طاقة من جوايا ان انا اقول انه القرار الابداعي ده غلط، انه انا عارف انه الاورنج على اللون ده وحشين، بس انا مش قادر اطلع فين الوحش، مش قادر اعبر عنه، او مش قادر اني حتى اتواصل. هو انا لسه هقول لهم انه والله يا جماعة غيروا الكالر باليت عشان 1 2 3؟ يا عمي عادي، مش فارقة. سخافة موضوع الكرياتيف بيرن اوت ده يمكن انا بحس ان هي من كذا زاوية. الزاوية الاولى زاوية انه انت تبقى مش مدركه، او انت مش واخد بالك في الزحليقة اللي احنا كنا بنتكلم عليها، مش واخد بالك انه في كرياتيف بيرن اوت او احتراق ابداعي موجود عندك، او لما تبقى مدركه ومش عارف ان انت تطلع منه، اللي هي اللحظة اللي بقول لكم عليها، ان انت عاوز حاجة تكسر اللوب بتاع التكرار اليومي لعجلة الحياة، بتاع انه طلع اوتبوت، طلع منتج، طلع افكار، طلع كذا. عايز حاجة تكسر لك لدرجة انه البعض، ودي ناس انا اعرفها يعني احيانا في الكيسز اللي زي دي بيتبسط لما بيعيا. يعني كان في حد اعرفه رجله اتكسرت ولقى ان هو مضطر يقعد ويعمل عملية وحاجات زي كده، فكان فرحان جدا انه في حاجة جت من بره كسرت له اللوب اليومي بتاعه ده. وبيبقى المزعج فيها كمان لما تبقى اويرلي او واعي للكرياتيف بيرن اوت او الاحتراق الابداعي ده، دي بالذات بتبقى لحظة محرجة ومزعجة بالنسبة لك، بتحس ان انت فيها بتفقد السوبر باور. عارف لما تبقى انت وليكن شخص بتطير وفجأة تيجي تلاقي نفسك بتطير عادي، نفسك مش عارف تطير. انت شخص طول الوقت عندك سنس كوميدي كده في الكتابة، وبتمنتج حلو قوي وظبطتك للبيت بتبقى جميلة، افكارك للفيجوالز بتبقى حلوة، وطول الوقت عندك معالجة مختلفة خالص، تبقى كل الناس شايفة حاجة وانت بس اللي شايف حاجة تانية، حاجة مميزة. فجأة تلاقي نفسك بتقول افكار وحشة وانت عارف ان هي وحشة، بس مش عارف تطلع حاجة تانية. ده بيبقى شعور بالعجز في منتهى السخف، وبيلعب على حتة الثقة بالنفس، دي بتبقى وحشة قوي. تحس ان انت قاعد عارف، انت عارف الكرة بتتشاط ازاي، بس انت مش عارف تشوط. انت عارف الافكار الحلوة دي بتطلعها منين، بس مش عارف تطلعها. فهو بشكل عام شعور مزعج جدا، شعور موتر، بيحسسك ان انت عمرك ما هتعرف تكتب تاني، عمرك ما هتعرف تعمل معالجة بصرية لحاجة تاني، عمرك ما هتعرف تطلع بأفكار كرياتيف، بأفكار مميزة، بأفكار جذابة، بأفكار تضحك. وده بيسلم للوب تاني من الاكتئاب وعدم الثقة في النفس والشك في قدراتك من الاول خالص، وتبدأ تحس ان هي جات معايا بالحظ على فكرة، اللي هي متلازمة عدم الاستحقاق، او انه انا اكيد لما رسيت انه انا اللي اعمل الكامبين الضخمة دي، اكيد ده ما كانش مقصود، او اكيد ما كانوش هم عاوزيني، او اكيد كانوا مسترخصين، ما كانوش عاوزين يدفعوا بادجت عالية، اكيد كانوا مزنوقين في الوقت وانا اول اوبشن جيت لهم وعشان كده قبلوا بيا. شك كتير جدا، ويبدأ كل ده يبقى جوه دماغك، فبيبدأ ان هو يدخلك في لوب او في حلقة مفرغة، وحلقة تسلم حلقة من الاسئلة المدمرة للذات، اللي تحسسك للحظة معينة انه انا هسيب الشغلانة دي خالص وارجع هندسة، وهسيب الشغلانة دي خالص واروح اشتغل كول سنتر. كتير جدا من الناس بتعاني منها في الاول، لانه هي ما بتبقاش عندها الحاجة اللي تسند عليها قوي. يعني ايه الحاجة اللي تسند عليها؟ الخبرة اللي تسند عليها، اللي تخليها تقول لنفسها احنا وقعنا قبل كده وقمنا تاني، وقعنا قبل كده وقمنا تاني، وحسينا الشعور ده كتير. قعدت كتير جدا قدام الصفحة الفاضية وما عرفتش تكتب يوم واثنين وثلاثة واربعة، وبعدها عادي عرفت تكتب وتطلع تاني بحاجة حلوة. دي الخبرة بتكرار الحالة الابس اند داونز، او حالة الصعود والهبوط ديت. تكرارها بيخليك تقدر ان انت يبقى عندك الرصيد الائتماني كده زي ما بيقولوا، اللي بينك وبين نفسك، اللي يخليك تقول لنفسك لا عادي خلاص مش مشكلة. طيب ايه اسباب الكرياتيف بيرن اوت ده، او ايه اسباب الاحتراق الابداعي
الابداعي ده. انا الحته الجايه دي مش عاوز اي حد من اللي يعرفني شخصيا يحس ان انا منافق فيها، لانه انا لا اتضايق خالص ان انا شخص مش بعاني في كتير من الاحيان من كرييتيف بيرن اوت للاسباب اللي انا هقولها، ووعي بالاسباب انا بحس ان هو دي حاجه كويسه، وفي نفس الوقت ممكن تبقى حاجه يعني فيها مشكله شويه، ان هي بتخليك مش قادر تاخد مساعده من حد، لان هو هيقول لك الاسباب اللي انت اوريدي عارفها. طيب الاسباب دي ممكن تكون عباره عن ايه؟ على سبيل المثال وليس الحصر، اول حاجه كتر الشغل بدون ما يبقى مخك متغذي كفايه. يعني وليكن انا شخص مثلا كل اللي قريته في حياتي كتابين، فجاه لقيت نفسي قاعد شهر ورا بعض كل يوم بكتب. على نهايه الشهر ده لو كملت الشهر يعني هحس بجفاف ابداعي، وهحس بكرييتيف بيرن اوت، ان انا محترق ابداعيا. ليه؟ لان انا في مصطلح كده ايه هقوله مش عاوز حد يشتم، اسمه شحذ القريحه. باختصار يعني عشان ايه ما الكلمه دي ما كررهاش تاني عشان ما حدش ينفعل عليا يعني يقول لي ايه يشحذ القريحه ديت. باختصار تقدر تقول كده ايه انه الابداع ده هو بير كده التخيلي جوه مخك، وبيبقى فيه ميه، يعني لازم يبقى داخله حاجه، يبقى رطب، يعني داخله ميه، داخله من مجرى معين او الناس بتحط فيه ميه عشان تقدر ان انت تسحب منه. كذلك مخك، يمكن احنا بس ايه الحاجه اللي ما بنشوفهاش ما بنقدرش نتعامل معاها قوي. فاول حاجه انه انت باختصار شديد جدا يعني تفضى شحن، او ان انت تجوع ابداعيا. يعني انت ما ينفعش ان انت تفضل تبذل مجهود بدني عنيف جدا وقوي جدا وتقعد 3 ايام ما بتاكلش، وتلاقي نفسك وانا في اليوم الرابع هو انا ليه مش قادر اشيل نفس الاوزان اللي انا كنت بشيلها عشان ما اكلتش. ده يعني حتى الناس اللي هم بتوع الجيم عارفين انه الايام اللي هم بيعملوا زي تشريخ يعني او بيقللوا دهون وبيقللوا الاكل طبيعي غصب عنهم، يعني في كتير من الاحيان الاوزان بتتاثر. فده اول سبب. السبب التاني هو انه انت ما بتاخدش بريك، حتى لو انت ما شاء الله شغال طول الوقت، وطول الوقت بتذاكر، وطول الوقت بتسمع، وطول الوقت بتقرا، وحريص ان انت تعرف كل حاجة وتثقف من نفسك وكل الكلام الحلو ده، فبرضو عدم وجود راحة او عدم وجود بريك او فصلان ده برضو ممكن انه يؤثر عليك بشدة جدا بالسلب. حاجة كمان ودي انا بحس ان هي ما بتبقاش كرييتيف بيرن اوت حقيقي، تحس ان هي زي سراب او عامله زي الضعف النفسي كده، ان انت ممكن تلاقي نفسك قوي وقدراتك الجسمانيه كلها كويسه، ولكن انت عندك ضعف نفسي، يعني نفسيتك مأثره على قدراتك الجسديه، وهي ان انت يبقى عندك الرغبه ان انت تبدع جوه مخك. ودي محتاجه توضيح. عمليه الكتابه صعب ان انت تبدع فيها جوه دماغك. بمعنى ايه؟ يعني صعب مثلا وليكن انا النهارده عندي مقال 500 كلمه هكتبه، او عندي معالجة لمسلسل شغال عليه، صعب ان انا اقعد كده بشرب قهوة والافكار عمالة تنهمر على مخي. يعني انا عن تجربة اكتشفت انه انت ممكن تبقى قاعد بره وعمال ومتوتر ومش عايز تدخل تقعد على المكتب عشان تبدأ تكتب، ولكن بمجرد ما تبدأ ان انت تقعد تكتب كلام، تمسحه، تسمع حاجة، تحاول ان انت تدخل في المود، تلاقي الابداع عادي بيشتغل. يعني ساعتها ما بيبقاش فيه كرييتيف بيرن اوت ولا حاجة، ولكن دي بتبقى مشكلة لانه الشخص بيبقى عاوز الابداع يجيله وكأنه عامل زي العلم اللدني كده اللي بينزل على الشخص وهو قاعد في امان الله. ممكن عادي تبقى قاعد اوت اوف نو وير يجي في دماغك فكرة انه ماذا لو انا عملت مثلا مسلسل بتدور احداثه في الفيوم، بطله ابو قردان وبيغني راب. ايه ده؟ يا ده انا كرييتيف جدا. ماشي خلاص، انا قاعد دي فكرة كده جت اوت اوف نو وير، افراز زيادة حصل في المخ. ولكن ان انت بقى تقعد، مش شرط خالص ان انت تجيب معالجة المسلسل بتاع ابو قردان ده كله في دماغك. يعني ايه مثلا اللي خلى ابو قردان ده يبقى بيغني راب؟ مثلا والله هو كان صاحبه بيغني راب وهو كان بيظبط البيت معاه، وكان مدرب ابو قردان ده ان هو يعمل صوت معين ببقه، لحد ما ابو قردان اكتشف انه جواه طاقات ابداعيه في حته الغنى وفي حته التقليد. ونبدا بقى نشوف والله خلفيه انه ده كان مهجن مع بغبغان فعشان كده بيعرف يتكلم. ماشي، ده كله بقى تبدا ان انت تبنيه بشكل تراكمي ورا بعض. لكن ممكن عادي جدا، وده شعور طبيعي، انه انت تبقى عادي مش عارف تطلع الفكرة وهي جوه دماغك وانت مش قاعد على المكتب وبتكتبها، سواء انت بتكتب ورقة وقلم او على كيبورد.
فممكن ده يبقى شعور طبيعي وما يبقاش ساعتها كرييتيف بيرن اوت او حاجه. برضو من ضمن الحاجات اللي ممكن انها تؤثر على القدره الابداعيه عندك او تديلك الشعور بالكرييتيف بيرن اوت ده هو عدم النوم بقدر كافي او بعدد ساعات كافي. وده هتقدر تلمسه بطريقه غير مباشره كده حتى لو انت واقف من بره في مسلسلات رمضان. انت لو تعدي كده سواء في لوكيشن تصوير او في اي بوست هاوس في ناس شغاله على مسلسل في رمضان، تبص من بره تقول ان الحمد لله ان هم اصلا بيطلعوا الجرعه دي من الابداع. عدم النوم بقدر كافي بيخلي في حاله من عدم الاتزان العام عندك، قراراتك نفسها ما بتبقاش قرارات واضحه، ما بتبقاش عارف طب انا دلوقتي جعان المفروض اكل بس انا ما باكلش، انا ليه ما باكلش؟ تحس ان انت حتى الحاجات البديهيه تحس ان انت مش قادر تكون جمله في الكلام العادي، فما بالك ان انت تاخد قرارات اعلى شويه من البني ادم العادي بيقدر ياخدها اللي هي القرارات الابداعيه. فعدم النوم بقدر كافي او بعدد ساعات كافي ده بيأثر عليك. وتاني توضيحا احنا بنوضح اسباب كتيره جدا. في حاجات بتبقى محتاجه زي كيورنج او علاج او تريتمنت ان انت تعالج الموضوع ده، وفي حاجات بمجرد ان انت تستريح او تفصل شويه تقدر ان انت ترجع بسهوله جدا. من ضمن الاسباب برضو ودي بتيجي للناس اللي بيشتغلوا في كذا حاجة في الكرياتيف اندستري، وهي لو وليكن مثلا حد بيشتغل في الاعلانات وبيشتغل في الدراما وبيشتغل في البرامج، عشان في ناس كده وبالذات اللي بيبقوا في الاول او اللي بيشفت من اندستري للتانية، وهي انه بيبقى محتاج يعمل زي تغذية اللي الحتة دي بيبدأ يحس ساعتها انه ممكن مثلا انا كنت بكتب اعلانات زمان مثلا يعني، وقعدت كذا سنة بكتب دراما، فبقى التيمبو بتاع مخي مظبوط على تيمبو الدراما او المسلسلات او الافلام، فارجع بعد سنتين اجي اكتب اعلان احس ان انا مش عارف، فاحس ساعتها بفكرة انه انا وليكن اما يتقال ان انا عندي رايترز بلوك او الكرياتيف بيرن اوت او ان انا محترق ابداعيا. لا، هو ساعتها الحالة دي بيبقى سببها ان انت مش شاحن في الجزء ده كويس، بمعنى انه وليكن انت هتكتب مسلسل كوميدي وانت السنس اوف هيومر عندك او احساسك الفكاهي عالي في العادي، ولكن انت بقالك فترة مثلا بتكتب رعب، بقالك فترة بتكتب اعلانات، بقالك فترة يا سيدي بتكتب شغل ديجيتال، بس ده كله بيلعب دور انه مخك يبدأ يتعود على باترن معين، على طريقة معينة، على اسلوب معين. فساعتها بيحتاج موضوع ببساطة ان انت وليكن لو هتكتب اعلانات تقعد تتفرج على اعلانات كتير بس ترجع بس المية في المواسير بتاعت المكنة التانية دي، لانه كل مكنة منهم بتشتغل بميكانيزم معين او بآلية معينة. برضو من ضمن اسباب الكرياتيف بيرن اوت، ودي يمكن من الاسباب اللي انا يعني بحس ان هي بتبقى معقدة شوية، وهي عدم وجود معنى. قد يبدو بالنسبة للبعض انه وانا هيفرق ايه المعنى بالنسبة لي للشغل اللي انا بعمله؟ احنا طول الوقت كبني ادمين بنحاول ان احنا نبحث عن معنى لكل حاجة في حياتنا، معنى لكوباية القهوة اللي بنشربها الصبح، تيجي تلاقي نفسك بتدي ابعاد زيادة للموضوع، هي كوباية قهوة يعني مسحوق ترابي كده انت بتغليه في مادة كافيين بتشربها بتفوق، لكن تلاقينا بندي معنى اكبر ووصل الشتاء وفيروز وبتاع، ولما نيجي نشرب الفنجان ده الصبح بنبدأ ندخل في حالة معينة. احنا كبشر عامة بنحاول ان احنا نجد معنى، لانه عدم وجود معنى للحياة عامة ده بيؤثر على انه انت تستمر، لانه وليكن مثلا تعال نفكر كده انه احنا كلنا وصلنا ليقين معين انه مفيش اي معنى للحياة، بيقين كلنا هنقف، احنا كلنا بنعمل اي حاجة لمعنى معين. كتير من الاحيان تلاقي حد كان بيتكلم على انه انا قعدت فترة بدأت كنت داخل او اتخرجت، يمكن احمد مكي كان اتكلم في ده في مرة مع الاستاذة منى الشاذلي في الحلقة اللي عملها بعد ما رجع يعني من رحلة العلاج بتاعته، كان بيقول انه انا جت عليا فترة انا قاعد شغال وبطلع منتجات وبطلع افلام وكنت بخرج اعلانات وبعمل حاجات، ولكن بيقول ده مش المعنى اللي انا دخلت الشغلانة دي عشانه، ده مش الهدف اللي الولد اللي عنده 18 سنة ساب كل حاجة وقرر ان هو عاوز يعمل ده عشانه.
وده يمكن هتلاقيه في كيسز كتيرة جدا قررت ان هي تسيب اللي هي بتعمله بس عشان تحس بمعنى من اللي هي بتعمله. انا ازعم، دي بقى مش معلومة، دي وجهة نظر كده يعني قد تكون ملاش اي علاقة بالصحة خالص. يعني انا بحس انه حد زي مروان بابلو مثلا طول الوقت هو بيدور على معنى للي هو بيعمله في حياته عامة، مش في الراب بس، لانه هو شخص بالعكس كان ناجح ومتحقق جدا، بل بالعكس كان في بعض الاحيان متفوق على الكومبيتيتور الرئيسي بتاعه اللي هو ويجز، ولكن برضه هو مش لاقي معنى. انا اعرف ناس كانت شغالة في شركات سواء في ميديا سواء في التلفزيون، ميديا ان جنرال يعني، سواء في التلفزيون سواء في الاعلانات، وكانت بتاخد فلوس كويسة جدا وبتعمل حاجات كويسة جدا، ولكن سابتها ليه؟ عشان مش لاقية معنى من اللي هي بتعمله. في ناس تيجي تقولك انا باجي ابص الاقي بقالي 10 سنين انا ببيع منتج، انا بروج علبة الصلصة دي بقنع الناس ان هم ياخدوها. طب ايه المعنى الاعم والاوسع؟ ودي من الحاجات اللي بتبقى حرجة شوية، وممكن لو الشخص دخل فيها يعني بتاخد منه وقت طويل عشان يطلع منها، وبتتخطى كمان حدود الكرياتيف بيرن اوت، لان هي بتدخل في بعض الاحيان في مناطق اعم واشمل، وهي المعنى العام بقى، لانه انا بعمل ايه في حياتي وانا بعمله ليه، وهو ده اللي انا كنت عايزه من الاول. حتى احمد مكي ساعتها بيقولك انا اتبسطت بعد ما رحلة المرض دي جت ليه، لانه انا حسيت انه ربنا بيوقفني عشان ارجع استمر في المسار تاني، في المسار اللي انا عاوزه في حياتي. اوكي، فدي من ضمن الاسباب، وهي البحث عن معنى. البحث عن معنى هو بمجرد ما مخك بيبدأ يدور ناحيته، كل القدرات المشعة اللي عندك دي نقدر نقول ان هي بتتأثر بشكل من الاشكال. حاجة اخيرة من ضمن اسباب الكرياتيف بيرن اوت اللي انا يعني حاسس كده من وجهة نظري ان انا اتكلمت عن اغلب اسبابها او كتير من اسبابها، وهي يمكن تكون مرتبطة شوية بحتة البحث عن معنى او البحث عن غاية اوسع شوية للحاجة اللي انت بتعملها. وهي لما انت تبقى مستني حاجة معينة، يعني وليكن انت تشتغل في الاعلانات عشان تاخد كان، تشتغل في الاعلانات عشان تعمل اعلان لبرودكت ضخم جدا انت نفسك تعمله، نفسك يجيلك بريف لكوكاكولا، نفسك يجيلك بريف لأورنج، وتبذل مجهود ضخم جدا على مدار فترات طويلة، ولكن تلاقي انه وليكن ما جالكش حاجة من دول. ممكن تجيلك لحظة معينة تحس ان انت خلاص ما بقيتش قادر. دي لحظات كده، ودي مش بس في الكرياتيف اندستري، في كتير جدا من شغلاناتنا، تشمل الناس اللي بتلعب كورة، تشمل حتى لو موظف عادي يعني بيبذل او بيعمل اداء معين في شغله عشان ياخد بوزيشن معين، يتعمل له ابجريد في السالري بشكل معين، ويحس ساعتها ان هو ما تحققتلوش الحاجة اللي هو كان عايزها دي. هنا ساعتها ممكن يحصل له اعراض بيرن اوت. طيب احنا كده اتكلمنا عن اغلب الاسباب اللي انا من وجهة نظري بحس ان هي دي اللي بتدخلني في حالة بيرن اوت، او بتدخل ناس انا اعرفها او بشوفها في الحالة بتاعت البيرن اوت دي. في طبعا اسباب تانية ممكن تبقى صغيرة زي الاسباب المادية، انه الشخص يبقى عليه ضغوطات مادية معينة زيادة حتى لو هو قادر يلبيها، بس احيانا ممكن يتسلل ليه شعور ان انا شغال بس عشان الفلوس، وبقبل اي حاجة عشان الفلوس، فساعتها ممكن يجيله حتة البيرن اوت دي. ومن ضمن الحاجات اللي ذكرناها المرة اللي فاتت في الحلقة اللي فاتت اللي لسه ما سمعهاش من حضراتكم، يا ريت يرجع بعد ما نخلص الحلقة دي ويرجع يسمعها، كانت اوبن ديسكشن اكتر عن الموضوع ده. من ضمن الاسباب دي اللي هي الشغل التجاري كتير. الشغل التجاري كتير غصب عنك، عشان البعض يعني اللي اتكلم معايا في الموضوع ده كان شايف انه ايه المشكلة، بالعكس ده بيغذي مخك وبيخليك كريتيف اكتر. مشكلة الشغل الابداعي انه الشغل التجاري الابداعي بحس ان هو ما فيهوش ارادة. بمعنى ايه ما فيهوش ارادة؟ او ما فيهوش ارادة كاملة. يعني انت كشخص في العادي انت مش مهتم تروج لعلبة الصلصة دي، ولكن بتروج لها لانه الناس دي بتدي لك فلوس مقابل ان هي تستفيد من القدرة الابداعية اللي عندك عشان تقول الرسالة دي. اوكي، تكرار ده كتير احيانا ممكن ان هو يضر الشخص اللي بيشتغل فيه. وهتلاقي كتير من الناس اللي بتشتغل في الاعلانات بعد وقت اما بتكوات اعلانات خالص، او بتبدأ ان هي تشفت
كمخرجة مش بس كرييتيف، تلغي حتة او تشيل حتة الكرييتيف دي شوية وتبقى مخرجة، او تبدأ ان هي حتى تشتغل على الطرف التاني، يبقى عندها ايجنسيز بتاعتها، برودكشن هاوسز بتاعتها، بحيث ان هي ما تبقاش طول الوقت محتاجة تاخد قرارات ابداعية هي بينها وبين نفسها مش مقتنعة بيها. ويمكن دي في حلقة اعتقد كانت من الحلقات القديمة خالص احنا اتكلمنا عن ده باستفاضة في حتة ازاي اشتغلت في الاعلانات، كانت يعني كنت بوضح فيها انه انت مش دايما بيكون عندك حتى وجهة نظر في المنتج ده او في الحاجة دي، بتوصل في بعض الاحيان لمرحلة انه انا عاوز ان الكلاينت يوافق، لانه في النهاية رضا الكلاينت ورضا الالجوريثمز ورضا الوالدين هدول اهم حاجة، يعني التلاتة كده بالترتيب. لو الكلاينت انت عامل اجمد فكرة تاخد اووردز، تاخد كل حاجة حلوة في الدنيا، هتعلق تبقى ترندي مع الناس، وبالعكس ده هي اللي تسات ترند جديد، لو الكلاينت مش موافق عليها فانت مش هتعملها. فتكرار انه لا وجهة نظرك دي اركنها على جنب كده وتعالى نعمل اللي الكلاينت عايزه، تكرار ده كتير ممكن يؤدي الى كرييتيف بيرن اوت، الى احتراق ابداعي. انا اعتقد احنا كده اتكلمنا عن اغلب الاسباب من وجهة نظري. لو انتم شايفين انه في اسباب تانية ممكن انها تؤدي الى الكرييتيف بيرن اوت ممكن تسيبوها لي تحت في الكومنتس. وعلاج ده بقى بيبقى عامل ازاي؟ تاني هي مش علاجات ساينتفك، لانه انا ادعي انه انا ما شفتش او مش بلاقي خالص علاجات واضحة او في دراسات واضحة وموثقة قوي. في ناس بتجتهد واغلب الحاجات دي بالانجلش كمان، حتى الناس اللي بتجتهد، لانه يعني صعب بتعمل بمعايير الناس الاكاديميين، يعني ممكن يبقوا فاهمين النقطة دي. صعب ان انت تطبق فكرة السامبلينج او اي اسلوب بحثي على مبدعين كتير، لانه كل حد بيبقى عنده النو هاو بتاعه، كل حد بيبقى عنده اسلوبه في الابداع، فبيبقى صعب انت ممكن تحلل اداء الكاتب الفلاني او طريقة تفكيره او مشاكله او بتبقى دي كلها زي حاجات متجربة. فانا شخصيا بجرب حاجات بتنفع معايا في بعض الاحيان، وفي احيان لا ما بتنفعش فبجرب حاجة تانية. ولكن باختصار كده انت دايما بتبقى، ودي اهم حاجة، ان انت تبقى قادر تكوميونيكيت مع نفسك، قادر ان انت تتواصل مع نفسك وتبدأ ان انت تعدد وتفند كده ايه اسباب الحاجة اللي انا حاسس بيها دلوقتي. اول حاجة ودي انا بقولها لنفسي عشان تاني لو حد عرفني ما يبقاش عارف ان انا بعمل عكس كده، ده بيبقى غصب عني في بعض الاوقات، ولكن انت محتاج تنام كويس. النوم بعدد ساعات كافي هو اللي هيخليك حتى لو اشتغلت 6 ساعات في اليوم هيبقوا 6 ساعات مثمرين. كتير جدا مننا يبقى مش عاوز ينام ويفضل قاعد ساعات كتير، ويفضل قاعد كده ايه بيكب وينعس زي ما بيقولوا، وينام 3-4 ساعات 5 ساعات، وبعدين يقوم تاني يوم هو مصدع، يشرب قهوة في التانية في التالتة. اللي بيدخن يبدأ ان هو يدخن اكتر، والمخ بيبقى عاوز يقول له باشا انا كل اللي انا محتاجه ان انا افصل كام ساعة وهقوم والله واسد معاك وزي الفل. لكن هو طب بقول لك يا مخ خد شوية قهوة، طب خد اسبريسو دبل شوت، طب خد سجاير مش عارفة ايه، طب خد كذا، طب خد كذا، حاجات كتيرة جدا. بالعكس هي بتزيد من تفاقم الموضوع. فاحيانا النوم بيبقى كفاية. شرب المياه كتير، وده انا اكتشفت انه كارثة، ان احنا اغلبنا او كتير جدا مننا ما بيشربش ميه كتير. عدم شرب الميه كتير بيؤدي الى انه الدم اصلا السيركيوليشن او الدوره الدمويه بتبقى ماشيه بشكل سيء جدا، لانه الدم بيتقل، لانه الدم بيبقى معتمد في تكوينه بنسبه كبيره على الميه. فساعتها الدم بيطلع للمخ بكميه اقل، وبيطلع لكل اطراف الجسم او بيروح لكل اطراف الجسم بكميه اقل وبكميه اتقل، وده كله بيخلي العمليه مش كويسه. فبتحس انه حتى مخك لسه هطلع الدم لفوق، واحنا مخنا بيشتغل على امتصاص الاكسجين المحمل في الدم. فطول ما هو ما بيوصلوش دم بقدر كافي، طول ما الخلايا هتتأثر لا قدر الله على المدى البعيد. في خلايا بتبدأ ان هي تضمر او تبوظ بالتدريج، وخلايا المخ وخلايا الاعصاب اللي بتبوظ ما بترجعش تاني. يعني على عكس باقي او كتير جدا من خلايا الجسم، اغلب خلايا الجسم بتجدد نفسها. خلايا المخ والخلايا العصبية مش بتجدد نفسها، اللي بيبوظ منها بيتلف خلاص انتهى. شرب المية بالرغم من سذاجة الموضوع ده مؤثر وفعال، وليه تأثير مباشر على ان انت تبقى قادر تبقى شخص كرييتيف كويس. ونقطة تانية مرتبطة بدورتك الدموية او
او ان انت يعني الدم يطلع لمخك عشان مخك يقدر يتغذى وبالتالي تقدر ان انت تكمل شغلك. الحركة مهمة جدا. من اكتر الناس اللي انا يعني يمكن قررت ده كتير بحب قصتهم جدا هو الاستاذ نجيب محفوظ. نجيب محفوظ كان بالنسبة لي انا بحس ان انا لو قعدت اكلمكم كده عن قصة حياته كلها بحس ان هي دي هتبقى ترانسكريبشن لفكرة التعامل مع الكرييتيف بيرن اوت، وازاي ان هو طول الوقت كان قادر انه يبقى منتج، وحتى هو كشخص توقف في فترة من حياته لما اقعد اكلمكم في الجزء ده باستفاضة. ولكن هو كان شخص من وهو صغير رياضي، وبعدين اضطرته فكرة الوظيفة لان هو يبطل لعب الكورة. هو كان بيلعب كورة فغصب عنه بسبب شغله وبسبب التزاماته بطل كورة، فده ادى بيه الى انه ما بيتحركش، فادرك انه بقى محتاج يمشي عدد خطوات معين كل يوم. فكان بيمشي لمكان معين، بينزل الصبح يصحى في وقت معين، يمشي عدد خطوات معين من بيته للقهوة اللي كان بيقعد فيها، او من بيته لمكان بيركب منه يروح للشغل. وده كان بسبب انه الدورة الدموية تفضل تتحرك. ويمكن انا من الناس اللي قالت لي الموضوع ده بشكل مباشر يعني في كلام معاه كان الاستاذ محمد صبحي، كان بيتكلم على ضرورة الحركة. طبعا لو قدرت ان انت تلعب رياضة ده يبقى يا سلام ويا سلام ويا سلام، دي تبقى حاجة كويسة. ولكن يمكن احنا اغلبنا بيبقى عنده مشكلة او حتة الرياضة دي بتبقى تقيلة عليه، ولكن لو قدرت تعملها تبقى حاجة عظيمة قوي. ولكن ابسط شيء يا سيدي خلي عاداتك اليومية تساعدك ان انت تتحرك عشان دورتك الدموية تمشي بشكل كويس. مش لازم ان انت لو هتركن عربيتك او هتنزل من المواصلات اللي انت راكبها مش شرط ان انت تنزل قدام المكان اللي انت طلعه، ممكن تركنها قبلها بكيلو بنص كيلو بمسافة كافية عشان حتى ايه ما تفضلش ان انت وانت راجع برضو تدور عليه، بس تركنها بمسافة كافية وتقدر ان انت تتمشى ال5 دقايق دول لحد المكان. مش شرط دايما انه انت تطلع في الاسانسير وتنزل في الاسانسير، تقدر ان انت واي نوت ان انا ابدا اطلع على السلم. الاكل الفاتي قوي او الاكل اللي فيه كمية دهون عالية جدا ده بيؤدي الى كرييتيف بيرن اوت بدون ما تقدر ان انت تاخد بالك. ولكن تكرار الاكل الدسم بيأثر بالضرورة على الدم اللي رايح لمخك، وبالتالي مخك مش بياخد اكسجين كافي، وبالتالي مش بيقدر انه يطلع منتج ابداعي كويس، او على الاقل المكنة بتبدأ ان هي تعطل. حتة مهمة جدا وهي حتة البريك، ودي ترجعنا تاني لقصة الاستاذ نجيب محفوظ. اي حد عارف القصة بتاعت الاستاذ نجيب محفوظ هيبقى عارف انه كان بيكتب لحد فترة دخول الصيف، وبمجرد فترة دخول الصيف بيبدأ ان هو يستوب او يوقف فترة الكتابة بتاعته. اولا لاسباب صحية لان هو كانت عينه بتتعب، فما كانش بيبقى قادر مع الحر مع الحاجات دي كلها ما كانش بيبقى قادر انه يكتب بنفس القدر. وكان بيرجع تاني مع بداية شهر سبتمبر او اكتوبر على حسب الجو ساعتها. دي من ضمن الحاجات. حاجة تانية وهي ان هو حتى وهو من وقت الوظيفة لحد ما ساب الوظيفة كان محافظ على حتة ان انا عندي ويك اند، ان انا عندي اجازة يومين الجمعة والسبت او الخميس والجمعة دول انا بفصل فيهم يعني ما بشتغلش فيهم. واي حد يبقى عارفني عارف ان انا ما بعملش كده، بس انا بحس انه هو عنده حاجة يتسند عليها كاسم نجيب محفوظ تخليه يعمل ده. ولكن انا بحس ان انا ما عنديش ده دلوقتي، انا مضطر لسه ان انا اثبت نفسي وان انا اعمل حاجة هنا واعمل حاجة هنا واعمل حاجة هنا، عشان ما تعرفش الحاجة منهم اللي هتكبر وهتساعدك ان انت تبني الحاجة اللي في دماغك هتبقى ايه منهم بالظبط. هو كان عنده الجزء ده، جزء العلاقات الاجتماعية، صحابه اللي بيقعد معاهم اللي هو شلة الحرافيش اللي بيقعد معاهم. وحتى كان الاستاذ وحيد حامد برضو كان عنده نفس فكرة الشلة اللي بيتجمعوا وبياخدوا اجازة ويقعدوا يتكلموا، كان اللي هي شلة مش عارف عصابة الاشرار او حاجة كده، كان من ضمنها وائل الابراشي رحمة الله عليه. كانوا بيقعدوا يتكلموا ويقعدوا يقضوا وقت بعيد عن اللي هم بيعملوا ده، او بعيد عن شغلهم الابداعي يعني اللي هم طول الوقت بيبقوا مهلوكين فيه. برضو من اعظم الحلول اللي بحسها ضروري ان الواحد يكون واعي بيها هي انه الواحد يدخل لمخه كمية كافية طول الوقت اكتر من اللي هو هيخرجها من الكرياتيف برودكتس او المنتجات الابداعية، سواء
قراءة سواء استماع سواء فرجة. وفكروني يعني يا ريت في حلقة دي، يعني حاسس ان ممكن تبقى وقت معرض الكتاب ممكن تبقى مناسبة جدا ان انا اتكلم من وجهة نظري على الفروق ما بين الوسائل التلقي الثلاثة دول اللي هم القراءة والفرجة والاستماع، لان انا بحس ان احنا نتعامل معاها بشكل مش دقيق شوية. وانا هنا هتكلم عنها من زاويتين، زاوية ان انا ده جزء من دراستي يعني في كلية الاعلام، وجزء تاني من ممارستي او من وجهة نظري كشخص بيتعامل مع الثلاث منتجات دول، ونتكلم بقى عن كيفية تصميم كل واحد فيهم والاسلوب الامثل لتلقيه، وده بتاخد منه ايه وده بتاخد منه ايه الى اخر الموضوع. فدي هتبقى حلقة ان شاء الله ممكن تبقى في وقت معرض الكتاب. طب انا هقولك على حاجة، لو انت شخص مهنتك الكلام وطول الوقت بتقرأ بس، هيؤثر ده عليك بالسلب. هتحس ان انت طلاقتك الكلامية مش شرط خالص ان هي تبقى بنفس القدر، ممكن تبقى طلاقتك ساعتها في الكتابة تبقى بشكل افضل، ولكن لا، محتاج تسمع، محتاج تشوف ناس ادائها في الكلام كويس، ناس اسلوبها في الكلام حلو، بتعرض ازاي، بترتب افكارها ازاي، بتنتقل من فكرة لفكرة ازاي، بتربط الجمل ببعض ازاي، لما بتبقى محتاجة تبفر او مخها يعمل لودنج بتقدر تعمل ده ازاي. فده مهم جدا ان انت تعمله، ولكن طول الوقت لازم انك تبقى حريص انه يبقى في حاجة داخلة. يعني كان الاستاذ عمر طاهر كان عنده تعبير جميل جدا، دايما يقولك خليك على الشاحن، خلي مسامك مفتوح. هو الراجل اللي قاعد في الميكروباص ده بيسمع ايه وبيسمعه ليه؟ طب مين اللي مؤلف الاغنية دي؟ طب ما تيجي نحلل كلماتها، ده مهم. ايه الافلام الجديدة؟ ايه المسلسلات اللي بتنزل على البلاتفورمز الجديدة؟ طب خليني ابص ايه نبض الناس في الشارع، ابص على تيك توك. تيك توك من اكتر الوسائل اللي انا بحسها فعالة جدا على غير المتوقع، فعالة جدا ان انت تقدر من خلاله تدرك نبض الشارع والناس حاسة بايه والناس تتكلم على ايه النهاردة لانه هو حاجات سريعة جدا، وبتبقى يمكن احسن كمان من فيسبوك وباقي المنصات، بتبقى بتجيب لك طبقات كتير جدا. تلاقي حد فود بلوجر بيريفيو مطعم الشيك بتاعه ب2000 وشوية، وتلاقي حد بيعمل ريفيو لعلب سجاير. يعني هتلاقي ده وهتلاقي ده، هتلاقي الهاي قوي وهتلاقي اللو قوي. انا دي من اكتر الحاجات اللي بتخليني بحس مش عاوز اقول نبض الشارع عشان الموضوع ما يبقاش مبالغ فيه، ولكن ببقى عارف انا سراوندد بايه دلوقتي. الناس ما بقاش انا ككرييتيف شغال في حتة والناس دي ماشية في حتة تانية. فكل الحاجات دي بقدر معين، وانا قلت ليه بقدر معين؟ لانه القدر الزيادة بيؤدي لنتيجة عكسية. كتر الفرجة بدون ما ده يخرج يؤدي لاحتقان، تلاقي مخك بدأ ان هو يحتقن، لان انت عمال تتفرج 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 وتسمع وتقرأ ومفيش حاجة بتخرج، مفيش منتج ابداعي بيخرج، او اللي بيخرج اقل من اللي داخل. احيانا ممكن يؤدي لتعب عام بدون سبب، تعب عام انت حاسس ان انت من كتر ما سمعت ومن كتر ما اتفرجت صواميل مخك عمالة تدور لحد ما هتسيب من بعض، عمال تقرأ كتير وعمال تتفرج كتير وعمال تسمع كتير وانت ما بتطلعش بالقدر الكافي. كذلك السوشيال ميديا والتيك توك، انا مش بقولك ده معناه ان انت تدخل السرير الساعة 12 بالليل انت لحد الساعة 5 قاعد بتسكرول على تيك توك. ما انت برضو ايه، بتاخد سنابسز كده او بتاخد زي جو عام تفهم من خلاله هو الموضوع يعني ايه اللي داير، الكوكب بيقول النهاردة. اتكلمنا عن البريك، اتكلمنا عن حاجات البيولوجية زي شرب المية والاقلال من الحاجات اللي ممكن تبقى بتأثر على مخك. نقطة مهمة جدا برضو انه انت الانبوت اللي بيبقى بيدخلك او ان انت تدخل انبوت كتير مرتبط بالحاجة اللي انت عاوز تعملها. بمعنى ايه؟ كتير بلاقي ناس ممكن تقولي انا بكونسيوم كتب كتير، انا بقرا كتب كتير، انا بتفرج على افلام كتير، بعمل حاجات، بسمع بودكاست كتير، ولكن بحس برضو بالبيرن اوت ده. فلما تيجي تقعد تتكلم معهم تكتشف انه هم وليكن مثلا هم جرافيك ديزاينرز بس بيبقوا شغالين على حاجة تانية خالص، او بيتفرجوا على حاجات تانية خالص، او بيقروا حاجات تانية خالص ملاش دعوة بالاندستري بتاعتهم. لازم جزء من استهلاكك او التغذية بتاعت مخك وعينك تبقى ليها علاقة او لها ارتباط بالشغل بتاعك. انت وليكن انت ديزاينر، انت سيناريست، ما ينفعش ان انت تبقى كل اللي بتقراه كسيناريست او كل اللي انت بتتعرض له كسيناريست مثلا كتب بس للتاريخ. مفيد، ما قلتش عكس كده، ولكن تعال نفترض ان انت ما بتتفرجش على افلام خالص. طب ما انت برضو ده هيأثر عليك بالسلب. مش بتبص على ايه لو لقيت كتاب جديد
بيتكلم عن السيناريو ممكن ما تبقاش مهتم ان انت تقراه. فكل دي حاجات مهمة. دي يمكن ما قلناش في الاسباب، بس برضو بيكون لها يعني ممكن نقولها دلوقتي كسبب وكعلاج، وهي حتة البيئة اللي انت شغال فيها او الناس اللي انت بتتعامل معاها. هل دول لهم تأثير مباشر على قدرتك الابداعية او رغبتك في الابداع؟ الاجابة يعني انت ممكن تبقى شغال في مكان حاسس انه البيئة بتاعته مش مشجعة ابداعيا، اما بسبب انه الناس اللي هناك طريقة تفكيرهم مختلفة عنك، ادائهم اسلوبهم مختلف عنك، فده يبقى مش مشجع ابداعيا. او حتى المكان مزعج، انت مش بتستريح فيه، وان انت كل يوم بتروح تطلب منك ان انت تكتب في المكان ده او تفكر في المكان ده، ده ممكن يكون سبب غير مباشر وانت مش واخد بالك منه، يكون بيؤدي الى ان انت ابداعيا تبقى مش طايق ان انت تطلع حاجة. فساعتها ضروري، مش بقولك ان انت نط من المركب دلوقتي، بس ضروري لو تحققت او بقى واضح بالنسبة لك انه المكان ده هو اللي عامل لي النشفان ده، او انه انا مش قادر ان انا ابدع هنا، خلاص وطلعت بتنام كويس وبتاكل كويس وبتشرب كويس وبتاخد ميه كفايه وبتتحرك والدوره الدمويه عندك شغاله ومتغذي ابداعيا كفايه وكل الكلام ده، وبرضو انت زي ما انت او حاسس ان انت بدات تفقد حاجات من السنس بتاعك، يعني ساعتها محتاج ان انت تحط في البلان بتاعتك ان انت تنط قريب، تهرب قريب. دي برضو حاجه مهمه جدا. حاجه اخيره برضو من الحاجات اللي بحس ان هي بتاثر على كرييتيف فيرتيليتي او الخصوبة الابداعية وتكرارها ممكن يؤدي الى كرييتيف بيرن اوت. احنا في كتير جدا من الناس بقت بتضطر ان هي مع حتى اختلاف الكلاسز في الاماكن اللي هي بتشتغل فيها ان هي تعمل شغل ديجيتال. كتر الشغل الديجيتال بيجيب كرييتيف بيرن اوت، ده عن تجربة واقدر ان انا ابصم فيه بالعشر. اولا بسبب هتلاقي مثلا لو انت شغال على بروجكت ليه سكريبتات، ليه بوست بتتكتب، ليه حاجة بتتعمل، كمية الحاجات. اولا انت صعب جدا انه تبقى مسؤول عن اكاونت كل شهر بتعمل وليكن 15 رسالة كل شهر. طب انا عملت لهم اول شهر، عملت لهم تاني شهر، عملت لهم تالت شهر. تكرار ده كتير بيؤثر عليك ابداعيا، لان انت فجأة بتلاقي نفسك تعمل نفس الحاجة. كمان ان انت تبقى شغال في نفس الاندستريز او نفس الصناعات، ده بيؤثر عليك ابداعيا، وبالتالي محتاج ان انت تحاول قدر الامكان ان انت سواء بقى هتنسق ده مع الاكاونت مانجر اللي عندكم، لو انت فريلانسر هتحاول ان انت على قد ما تقدر ما تقبلش كتير جدا عملاء في نفس الاندستري. لانه تعالى نفترض ان انت بتعمل اعلانات ل3 شركات مشروبات غازية، طب ما ده بالضرورة هيؤثر عليك بالسلب. طب ما هو ده بالضرورة هيخليك ان انت يجيلك حتة الاحتراق دي بسبب انه طب انا يعني بحاول ان انا اقول اللي بقوله للشركة الاولى غير التانية غير التالتة. طب انا خلاص وبرضو الموضوع ممتد لشهور، طب انا هعمل ايه؟ بشتغل مع لو بعمل حاجات ميديكال مثلا، طب ما انا ده دكتور وده دكتور وده دكتور وهم التلاتة في نفس التخصص، طيب انا هطلع بايه مختلف؟ برضو تكرار ده كتير لا ده مدمر ابداعيا، ولازم تبقى عارف انه انت هتعمل ده فترة معينة في حياتك وبعد كده هتنط، ما ينفعش ان انت طول الوقت تعمل ده. فدي الحاجات اللي انا حسيت من وجهة نظري انه احنا ضروري نتكلم فيها بخصوص موضوع الكرييتيف بيرن اوت. اكيد لسه في كلام كتير ما قلناهوش عن الموضوع ده، قولوا لنا انتوا مقترحاتكم لو في حاجات حابين ان احنا لسه نتكلم فيها احنا ما قلناهاش دلوقتي، يا ريت ان انتوا تسيبوا لنا ده في الكومنتس. ولو عندكم اضافة مقترح حاسين انه في مشكلة معينة بيعاني منها الكرييتيفز او اي حد بيمتهن مهنة ابداعية وازاي ان هو يتخلص منها، برضو ده ضروري يا ريت ان انتوا تقولوا لنا في الكومنتس. ونقدر نقول كده انه هذا ما تيسر لنا قوله اليوم. اتمنى انه الحلقة تكون عجبتكم، اتمنى الاهم من ده انه الحلقة كانت تبقى مفيدة لحضراتكم، ملهمة بشكل من الاشكال، ملفتة بشكل من الاشكال، ان هي تحط سبوت لايت كده على مشكلة وتكون قدرنا ان احنا نتناولها او نتعامل معاها بشكل كافي. ولو الحلقة عجبتكم يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت تعاطفك لوحده مش كفاية، يا ريت تساعدنا ان احنا نوصل لاكبر عدد من الناس، سواء عن طريق الورد اوف ماوث. في ناس
ناس مشكورة لقيت انها بتقولي انه بدأت ترشح البودكاست لناس تانية، صحابها، ناس بتشتغل معاها في اماكن. فدي حاجة بالنسبة لي تبسطني جدا، يا ريت. والحاجات بقى العملات او الديجيتال كارنسيز اللي البلاتفورمز دي بتفهمها، لو انت بتسمعنا على يوتيوب سواء العادي او ميوزك، يا ريت تعمل سبسكرايب، يا ريت ان انت تفعل النوتيفيكيشن بutton او بيل، جرس التنبيهات، عشان الحلقات تجيلك اول باول. يا ريت برضو لو بتسمعنا على اي من المنصات التانية، في هناك حاجة اسمها ال5 stars rating، ده بيساعد البودكاست ان هو يظهر في التوب رانكينج اكتر. تقدر تعمل ده، تقدر ان انت تعمله شير عندك، تشيره مع الناس اللي حواليك. ونكتفي بهذا القدر النهاردة، ونلتقي بإذن الله الحد الجاي وحلقة جديدة من بودكاست كولاج. سلام عليكم.